تعرفي ان احتمال تكوني بتعملي اخطاء بسيطه اثناء غسيل وشك من غير ما تعرفي؟ في الفيديو ده هقولك على 3 اخطاء شائعه لازم تبعدي عنها فورا، وكمان هقولك ازاي تصلحيها بسهوله. وخليني اقولك الخطأ الاول، الغسيل المفرط للوجه. كتير مننا بيعتقد اننا كل ما نغسل وشنا اكتر كل ما ينضف اكتر، كل ما تروح الدهون بسرعه. لكن الحقيقه ان الغسيل المفرط بيخلي البشره تفرز دهون اكتر كتعويض، وده بيزود المشكله بدل ما يقللها. طب وايه الحل؟ تغسلي وشك مرتين في اليوم فقط كحد اقصى باستخدام غسول مناسب، ولو مش بتخرجي كتير ممكن 4 مرات في الاسبوع كفايه. الخطأ التاني، استخدام صابون الايد او غسول قاسي جدا. المنتجات اللي فيها مواد كيميائيه قويه او معطره ممكن تعمل تهيج للبشره. طب وايه الحل؟ لازم تختاري غسول بدون عطور وكيميائيات قاسيه، ويكون مخصص لنوع بشرتك. وجينا الخطأ التالت، عدم تجفيف الوجه كويس بعد الغسيل. كتير مننا بنسيب وشنا مبلول او بنستخدم منشفة خشنة تعمل تهيج للبشرة. الحل، نشفي وشك كويس بعد الغسول بفوطة ناعمة ونضيفة وتكون قطن 100%، وكمان تكون مخصصة للوجه فقط، وتتغسل كل يومين على الأقل. والأفضل منها مناديل ورقية مخصصة للوجه زي مناديل كلينكس كده. المناديل الورقية أأمن لأن هي نضيفة وبتستخدم مرة واحدة بس، وده بيخلي مفيش فرصة لتراكم البكتيريا اللي بتحصل لما بنستخدم الفوطة كل يوم. وكمان ما بتغدش البشرة، وخصوصا لو هي من النوع الناعم اللي بتكون لطيفة على الجلد ومناسبة للبشرة الحساسة. وفي الحالتين طريقة التجفيف بتكون بطبطبة خفيفة كده، مش بنفرك الوش. لو اتبعت النصايح دي هتلاحظي فرق كبير في نظافة ونضارة بشرتك. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تدعموا القناة بلايك واشتراك علشان توصلك كل نصايح جديدة. اي سؤال عندكم اكتبوله في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي.